تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية. في محافظة نزلت دلوقتي من حوالي ربع ساعة نزل فيها تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وهي محافظة بني سويف. تمام، احنا بنتابع مع بعض كل المحافظات اول باول، حتى الان نزل 11 محافظة، وهنتابع مع بعض ان شاء الله باقي المحافظات. بس لو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، واكتب لي في التعليقات اسم محافظتك عشان تكون اول واحد يعرف تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية. وندخل كده في بني سويف. يعني انا مش عارف يعني اول مرة تحصل على فكرة، يعني اول مرة يحصل الموقف ده. يعني هو ما حصلش في بني سويف قبل كده، ولا حصل في اي محافظة قبل كده. بني سويف نزلت مرحلة تانية درجة واحدة بس، يعني درجة واحدة بس. يعني الواحد قاعد مستني المرحلة التانية عشان في الاخر تنزل درجة واحدة بس. طبعا ما كنتش متوقع كده تماما، يعني انا بقول مثلا 3 4، لكن واحدة يعني ليه يعني يعني ربنا يكون في عون يعني طلاب بني سويف، يعني اللي مستنيين المرحلة التانية، والله ربنا يكون في عونهم. يعني ان المحافظة تنزل درجة واحدة بس بقت 231 بدل 232، دي حاجة غريبة. يعني مثلا محافظة البحيرة نزلت 15 درجة مرة واحدة. شوف، 15 درجة نزلت في البحيرة. القاهرة نزلت 5 درجات، الشرقية نزلت 5. تمام، الدقهلية اللي بتنزل حاجات خفيفة نزلت 4 درجات. يعني وفي محافظات لسه هتنزل يعني تاني اكتر من 5 درجات و10 و20 درجة كمان، لكن بني سويف نزل درجة واحدة بس. يعني تمام، اي حد من بني سويف دلوقتي نزل تنسيق المرحلة التانية من 231 بدل من 232. تمام، بالنسبة لتنسيق ثانوي وخدمات ما تمش اعتماده. تمام، ما تمش اعتماده من المحافظ. يعني المحافظ اعتمد بس تنسيق الثانوية العامة 231. طب معنى كده ثانوي وخدمات ما نزلتش؟ لا، هي يمكن نزلت بس الوزير ما اعتمدهاش. يمكن نزلت مثلا في المدارس، تلاقيها نزلت من خلال الموقع الالكتروني، يعني هتلاقيها نزلت ما تقلقش. في حته كمان انا كنت دايما اقول لكم محدش يستنى تنسيق المرحله الثانيه والثالثه. دايما بقول لكم حتى لو انت ضامن انك هتدخل لازم تقدم ثانوي وخدمات في المرحله الاولى احتياطي. وده اللي انا دايما كنت بقوله، قدم خدمات احتياطي، قدموا خدمات احتياطي. سواء سمعت لي الفيديوهات دي او ما سمعتهاش، دايما اقول تقدموا خدمات احتياطي. حتى لو انت ضامن ان انت ممكن تلحق المرحله الثانيه او المرحله الثالثه، تقدم برضه خدمات احتياطي. يا ريت الناس تكون سمعت الكلام ده كويس، قعدت اكرره من ساعه ما ظهرت نتيجه ثالثه اعدادي وانا بكررها حتى الان. قدموا خدمات احتياطي في المرحله الاولى. تمام، كده المرحله الاولى قفلت خلاص. يعني سمعت مني النصيحه وسمعت الفيديو قبل كده مني كويس، ما سمعتوش بقى ربنا يكون في عونك بقى. كده الفيديو خلص، وهنتابع مع بعض باقي المحافظات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.